السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض العجمية بكل أسرارها، وازاي تطلع معاكي ناجحة وان هي ما تسحش معاكي في الكحك بتاعنا. وهنعمل كمان الكحك بطريقة جميلة جدا، احسن من ان انت تشتريه من بره. وهنعمله بطريقة جميلة جدا. الفيديو ده فيه معلومات جميلة جدا، هيفيدك بجد ان انت تعملي عجمية ناجحة وهتعملي كمان كحك ناجح. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لحضراتكم كل جديد. شايفين العجمية جميلة ازاي؟ اول حاجة نقول بسم الله. اول حاجة هنعمل العجمية. العجمية طريقة سهلة جدا وسريعة جدا، مش هتاخد معانا اي وقت. اول حاجة هنعملها هننزل بمعلقة كبيرة من السمنة البلدي. لو مش متوفر عندك سمنة بلدي نقدر نستبدلها بأي نوع سمنة حضرتك تحبيه. اول حاجة هنعملها ننزل بالسمنة. اول ما السمنة تبتدي ان هي تسيح معانا بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين، ابتدي انزل عليهم بمعلقتين كبار من الدقيق، وابتدي احمر الدقيق مع السمنة بالشكل ده. انا هنا الدقيق جه زيادة شوية على السمنة، ابتدي ان انا ازود حتة سمنة كمان لغاية ما توصل للقوام بتاعنا اللي احنا هنشوفه مع بعض. زودت نص معلقة سمنة كمان، وحمرت كويس الدقيق مع السمنة بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. اول ما الدقيق يتحمر مع السمنة بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين، وابتدي انزل على الدقيق والسمنة بالشكل دوت، انزل عليه بربع كيلو من العسل النحل بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين، وابتدي ان انا اقلب كويس بالشكل ده. ما ننساش نصلي على سيدنا محمد ونقول اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. العجمية هنا في سرين عشان تطلع معاكي ناجحة وما تسحش معاكي في قلب الكحك بتاعك. شايفين القوام جميل ازاي؟ في المرحلة دي بنبتدي ان احنا نوطي النار على العجمية بشمعة اكنك بتسوي رز بالظبط عشان ما تتحرقش منك. لما توصل معانا للقوام دوت ده كده القوام المظبوط، ابتدي ان انا اضيف لها المكسرات اللي انا عايزاها او السمسم على حسب الرغبة. ابتدي اقلب فيها بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. انا هنا مجهزة معايا المكسرات، معايا عين جمل. ابتدي ان انا اكسرها صغير خالص كده، وابتدي ان انا احطها في الحشوة بتاعتي بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. العجمية هنا تقلت معايا بالشكل ده. تعملي ايه لو العجمية تقلت معاكي بالمنظر ده؟ ابتدي ان انا انزل عليها بمعلقتين كبار من المية وافك العجينة بتاعتي ديت